السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل النهاردة مع بعض كريب المطاعم من غير ولا بيض ولا لبن، ويطلع معاكي اقتصادي وسهل جدا، وفي 5 دقايق هتكوني محضراه. شايفين عامل ازاي؟ جميل جدا، مفيهوش اي غلطة فعلا. تعالي اقولك انا عملت ايه. اول حاجة هجيب شفشق الخلاط وهنزل بكوبايتين من الدقيق. اهم حاجة الكوباية اللي هعاير بيها الدقيق، هعاير بيها المية بتاعتي. انا نزلت هنا بكوبايتين من الدقيق عليهم كوبايتين من المية، ذرة ملح وذرة سكر، وابدأ ان انا اخلطهم كويس في الخلاط يبقوا بيور بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. تمام. هجيب بقى على النار نقطتين من الزيت، تكون الطاسة بتاعتي ما بتكونش بتلزق. كنت فيل لو عندك الطاسة بتاع الكريب هتشتغل معاكي وتبقى حلوة جدا جدا. انا هنا جبت الطاسة بتاعتي ودهنت الحروف بتاعتها زيت بالشكل دوت، وسبتها ان هي تبدأ تسخن حاجة بسيطة، وبدأت ان انا اصب فيها الخليط بتاعي، وهبدأ ان انا احركه كده لحد ما ياخد شكل الطاسة بتاعتي. وهبدأ ان أنا اول بس ما الاقيه ان هو احمر كده من الجوانب، هبدأ ان انا احرك الطاسة بتاعتي بالشكل ده. اول ما الاقيها اتحركت كده تبقى استوت معايا من تحت، ابدأ ان انا اقلبها على الجنب التاني عشان تاخد اللون وتستوي من الناحية التانية زي ما انتوا شايفين كده. بصوا، جميل جدا، واخد اللون بتاع الكريب اللي بنجيبه من بره، وطعمه اللهم بارك. جربوه بالطريقة دي هيعجبكم جدا، واوفر بكتير من اللي بنجيبه، وحاجة جميلة. بصوا بقى، عملت كمان واحدة بنفس الطريقة اللي عملتها معاكم اول مرة اهوت. واهم حاجة تكون النار بتاعتكم وسط، ما تكونش عالية قوي عشان خاطر الحروف بتاعتها ما تنشفش منك. خليها وسط بالشكل ده. لو الطاسة سخنت منك ممكن تشيليها من على النار وتوزعيها، او توزعي الخليط بتاعك، وبعد كده ترجعي تحطيها تاني على النار. بصوا بقى، شايفين الجمال والحلاوة؟ اللهم بارك. طري جدا وكويس وشكله ولونه حكاية. تنسونيش بقى بلايك.